دائما يقال أن الحياة اختيار. نحن أتينا إلى هذا العالم كي ننشر الحب والعدل والسلام. نحن المختارون، نحن المختارون. تعالوا معنا كي ننقي هذا العالم من كل الاختلافات، نسير معا في طريق واحد حيث لا اختلاف في الأفكار، لا اختلاف في الأحلام، لا اختلاف في علميا يعني وتاريخيا وكل الحاجات. العرب كان عندهم عنصرية في نفس التوقيت اللي طلعت فيه العنصرية من زمان، من قديم الأزل، من قبل الإسلام، قبل المسيحية، قبل اليهودية والحاجات دي كلها، زي بلاد العالم كلها. دي حاجة في البشر من الأول، مجرد الاختلاف، مجرد أنت مختلف عن الآخرين بأي شيء. أنا بشتغل ممثلة يعني، ولسه مشاركة في عرض بتكلم عن الموضوع ده بالذات، عن موضوع العنصرية يعني في المجتمعات، كل المجتمعات، المجتمع العالمي بإنجاز التعبير يعني. كان المسرحية بتتكلم عن إن إحنا بنأمل إن يبقى فيه لون موحد للبشر كلهم، ما يبقاش فيه تمييز، ما يبقاش فيه حد مختلف عن التاني، وإمكانية إن الناس إزاي تتعايش مع بعض لو هما لون واحد. إن مش المفروض نبقى لون واحد خالص، لازم نبقى مختلفين عشان يبقى فيه اختلاف، يبقى فيه فرايتي، يبقى فيه ألوان كتير. مش المفروض يبقى فيه منطقة تمييز أصلا. مفيش حد أحسن من حد، يعني تقولي بقى لا طويلة ولا قصيرة، لا تخينة ولا رفيعة، لا بيضة ولا إيه، اسمعها سودا صحي كده بس. لا مش هينفع والله. مش حلو ده، عيب يعني. كتير يعني طول ما انا ماشيه في الشارع يعني يعني بطلت اركب مواصلات مبدئيا، تكاسي طول الوقت وفلوسي رايحه. اختي جابت عربيه بتركب معاها عربيه برضه، من جوه العربيه بيدخلوا لنا جوه العربيه. كلام كتير مش لطيف بيتقال يعني. بيتهيألي يلا مش غلط. مره واحد راح السودان بالليل ما لقاش حد، بتتقال لي على طول الوقت. المفروض ان انا اضحك. راح السودان بالليل مفيش حد. لا مش عقدة، بس على يعني لا مش عقدة، لا خالص، لأن أنا معتزة جدا بلوني ومبسوطة جدا بإن أنا سمرة، ومتهيألي إن أنا لو طلعت بيضة مش هبقى مبسوطة. هي طبعا في مجتمعنا في ناس بتفرق كتير ما بين الاتنين وما بيعملهمش حلو. بالنسبة للناس اللي هم بشرتهم بلاك شوية بيتعاملوا يعني معاملة مش اللي هي. خليني بقعد اضحك كتير يعني. بخلاف بقى الناس اللي بتركز نظرها عليك بشكل مباشر. يعني انت على طول بدرجه ان انت ممكن تبقى شايفهم قدام عينيك مش عايز تبص لهم. هم مركزين نظرهم عليك، مستغربينك يمكن، مستكترين عليك شيء برضه يمكن. نفس الناس تبقى اعقل من كده شويه، وانا شايف ان فكر العنصريه ده مش موجود في مصر بالشكل اللي الناس فاكراه. ده فكر اوروبي جدا، فكر امريكي جدا، ما هوش حاجه مصريه. المصريين ما فيش ده، المفروض ان ده مش عندنا. من صعايده، النوبيين، دول مصريين واهلنا ومتربيين معاهم، مفيش حاجه اسمها عندنا الا مؤخرا لما طبعا فتحنا على الانترنت والساتلايت والحاجات الجديده دي، وشفنا الافلام الاجنبي ازاي السود بيتعاملوا بره بالعنصريه الشديده دي، ازاي ناخد منها. وده غلط، لان احنا اصلا ما عندناش حاجه اسمها عنصريه. انا عمري ما اتربيت على كده، عمري ما اتربيت ان حاجه فيها ابيض واسود، مفيش حاجه اسمها كده. الناس تبقى موحده في فكره العنصريه، فاحنا مش عايزين عنصريه، مش عايزين تبقى حاجه مختلفه عن حد، او حد بيبص لحد من جهه ان هو مختلف عنه. كل الناس تبقى شبه بعض. يجوز ان التمييز يوصل بينا لهذه المرحله، ان اي حد مختلف عننا نقهره علشان يبقى شبهنا. بيتكلموا في ان لازم البوابين يبقوا سودانيين او جايين بقى من نوبه، ودايما اسمهم عثمان. لما البنت تحب الواد الاصفر، لما نكون هي كده بتعشقه خلاص. شخصيا اعز اصدقائي هو اسمر كل عصور تقريبا. احنا اصحاب يمكن من عندي 3 يعني 5 سنين تقريبا. عايز اقول لك ان انا ما بستريحش
الا في وسط الناس دي. الجميل يسمر الجميل يسمر هوبا معايا انه دي جميل واسمر جميل واسمر هو انا. مجتمعنا بيعامل الناس السود ان هم تحس انهم مش مننا، يعني كانهم ديانه ثانيه، كانهم كائنات ثانيه. قليل جدا لما تلاقي حد ابيض مع اسود، دليل ان هم كلهم شبه بعض في منطقه واحده، بيقعدوا في مكان واحد، قهوه واحده، كلهم مجمعين بعض عشان عارفين انهم مضطهدين من الناس البيض. بس انا في مره كنت واقف جنب الباب في المترو، كنت المفروض انا انزل المحطه يعني، ففي واحد من الركاب عايز يلحق المترو لما يقفل، فلما دخل خبط في حد، فالراجل بيقول له معلش انا اسف، ما كنتش اقصد. والتاني استمر في انه برضه يعني يحاول يجادله في الكلام، فقال له يا عم خلاص يعني انا ما كنتش اقصد. فقال له ما بقاش الا انت كمان وهتكلمني وهتزعل. العنصرية والتميز مش شرط في اللون أو في الجنس أو في العقيدة، التميز بشكل عام اللي هو احنا ممكن نتميز على الآخرين أو نمارس التميز على الآخرين، اللي هو أنا غيرك أو أنت غيري. ما ينفعش لأن ربنا خلقنا مختلفين، خلق كل الحاجات مختلفة عن بعض. هو ده التناغم اللي في الدنيا أو في البيئة أو تناغم الخالق سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين نقول إن ما ينفعش إن أنا أفرض وجهة نظري عليك واقول لك انت لازم تبقى زيي او انا لازم ابقى زيك. لا، كل حد ليه فكر وليه طريقه تفكير. بس دي يعني كانت في بنت بتقول لولد يعني مولود في الفرن ولا مش عارف واحد عكس واحده مره لا عاشه كباده اقول نفسيهم، هو شايف ان الاسمر ده متفوق عليه مثلا في حاجه، او ان شايف ان هو ناقص عنده حاجه، فبيكملها ان هو يتريق على الحد الاسمر ده. لكن احنا عندنا امثله كتير، يعني احمد زكي احسن ممثل في تاريخ مصر اسمر، احمد زكي. لعيبه الكوره احمد الكاس، ربيع ياسين، شيكابالا. هو افيه سوداء، ده افيه سخيف جدا بصراحه، يعني ده لازم يصلح حاجه ما اسمهاش معاكسات، اسمها الادب. اتمنى ان هم يعاملوهم زي ما يحبوا يتعاملوا، يعني زي ما انا احب اتعامل الناس تعاملني باحترام وبادب، اتمنى الناس تعاملهم بنفس الاحترام والادب. معامله طبيعيه جدا، مش عايز يبقى في فرق معامله عشان هو لون مختلف عن لون، يعني تكون الناس عندها الوعي دوت. احنا ربنا خلقنا يعني مفيش بينا اي. اتمنى ان الناس تعاملهم بقى معامله يعني مبدئيا كده تشيل الراس اللي جوه بس. فهي لو حته ان كل واحد شاف اي راس جواه من ناحيه اي حد اسمر، فيعني هيلاقي العمليه عادي. احنا ما بنتعاملش باللون يا جماعه، احنا نبص البني ادم من جوه. انا اتمنى الناس تتعامل يعني مع الناس السود بالذات او الناس مختلفين عنهم بشكل، اي حد مختلف يتعاملوا عادي، بس بكل بساطه يتعاملوا عادي من دون ما يحطوا ده في حساباتهم وهم بيتعاملوا اصلا. ما يحسسوناش بس ان احنا جايين من كوكب تاني، لا عندنا ديول ولا بيطلع لنا انياب واحنا نايمين بالليل، ولا بنمشي ناكل الناس ولا اي حاجه. يبطلوا يعني، خليهم في حالهم، يعني كل واحد يكون في حاله. يذكرني بالغاية من بدري، خلاني وحيد نصيبي نحيب، سودي وبعدك جنة. وين سابهم بعيون أمي، أين سابهم بعيون أمي، وأدلك أقول مشين نهاري، أدلك أقول مشين نهاري، ورمالي سيلة نركي وكسم النفيلة من البنادى بنامي، وين سابهم بعيون أمي. منين أجيب له سكر؟ منين السكر